بص يا سيدي، وهم كلمتين على السريع ومش هطول عليك. امام عاشور ورضا عبد العال، وايه اللي حصل ما بينهم؟ وليه شفنا تصريحات قويه من امام عاشور ضد رضا عبد العال؟ وعندي بس رساله للشماتين. الشماتين عايزهم يهدوا شويه. يعني في ناس كده، انا كده كده مش متابع والله، يعني انا مش متابع، انا مركز في شغلي. ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس، يعني كنت رديت على في واحد شخص كده. اكيد انتوا عارفينه، هجاص، هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا، واخد تالت كاس عالم. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي. اسمع الخلاصه بقى من العبد لله وركز معايا قوي. قمنا سمعنا بس ترتشي الكلام ان امام رايح الاهلي، لقينا برنامج البريمو اللي فيه رضا عبد العال هجوم قوي جدا على امام عاشور، وان امام مش رايح الاهلي ورايح الاهلي هيفشل. وبالفعل امام بيروح الاهلي، ولكن باقي البرنامج ده خاصة رضا عبد العال ما سابش امام في حاله، دايما تريقه ودايما تقليل فيه، وان كان في الزمالك كان افضل من اللي كان موجود في الاهلي. ولكن سيبك من الامور الفنيه كلها دي، وان امام مؤثر ولا مش مؤثر ولا الكلام ده كله، لان كلنا عارفين ان امام عاشور مؤثر جدا في تيم الاهلي. ولكن بقى تعالى في حته النحس، ورضا عبد العال بيقول على امام عاشور انه نحس، وان بسببه الاهلي مش عارف ياخد بطوله. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا، واخد تالت كاس عالم. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي. هي كلها 3 شهور، واللي هو عاملينه تمثال من العجوه ده او من العسل ده هيسيح، وبعد كده هترجع ريما لعادتها القديمه. هي بس ايه زهوه ان هو جاي من الزمالك والكلام ده انا اللي لعبته في النادي الاهلي رجعت بظهري، الرجوع بس بظهري بتاريخه كله، اللي جاي واللي راح، يعني بتاريخه كله، اللي هو جاي واللي راح. وطلع يقول لك انا مش عارف ايه وما ادرك ايه. لا، انت وشك نحس على النادي الاهلي. يعني انت من يوم ما جيت النادي الاهلي فقد بطولتين، اسهل بطولتين في تاريخه. فعايز اقول لك ان رضا عبد العال نفسه لما مشي من الزمالك وراح الاهلي، واول مباراه قاريه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي، الاهلي بيخسر والزمالك بيكون بطل السوبر الافريقي، ودي كانت اول بطوله قاريه الزمالك بيقدر يحققها على حساب الاهلي. فاحنا لو هنتكلم على النحس بقى، فما فيش نحس اكتر من كده يا رضا يا عبد العال. ورغم انك كنت لعيب جامد جدا وانا من اكتر معجبين ليك، ولكن الحقيقه مفيش اكتر من ده نحس. اما امام عاشور فاحنا شايفينه ثالث عالم في البرونزيه كاس العالم للانديه، بيقدر يفوز بالسوبر المصري، ولسه في بطولات جايه كتير. وكفايه عظمه لحد كده.